هلا والله حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وسلامة. طبعا اليوم حبيت اشوفكم طريقة عمل الشيخ محشي، اللي هي بس شجر. طبعا احنا بالعراق نسميه شجر، بالدول العربية يسموه كوسة. اي فهو تمن ولحم. طبعا الشيخ محشي ما يحطون وياه اي شي غير اللحم والكرفس والثوم، ما يضيفوا له لا بصل ولا أي شي بعد من عدا البهارات اللي هي كمون وبهارات يعني الشيخ محشي الخاصة بي. وش بنت هاي حسب الرغبة، أنا أخلي ويا الكرفس أثرمه. هاي أول مرة طبعا أحمس الخلطة مالته اللي هو التمن واللحم، وبعدين أحشيه. ورا ما أحشيه أخلط الصلصة مالته وأخليها فوقه. هاي دا تشوفون أنا هسه بديت ورا ما سويتها شوحتها على الطباخ وحمسته. طبعا بديت أحشي بيه، وهنا أنا حولته طبعا بغير جدر لأن الجدر كان ذاك كلش صغير وصار بركة. وهسه تشوفون شلون النتيجة. هاي بقى عندي طبعا حشو هنا وخليته فوقه، وهذا هاي النتيجة مالته. وسهمكم العافية وربي يحفظكم ويسعدكم. لا تنسون اللايك والاشتراك حبايبي، ربي يسعدكم إن شاء الله.